انا ما كنتش اعرف انها سابت لك انت كمان جواب. وده اللي خلاني الفتره اللي فاتت من ساعه ما قريت الجواب وانا متلخبط، ما بقتش عارفه اكون شخص. وطبعا ده يبرر لك كل المواقف اللي كنت فيها معاك، بس خايفه قلت تسوء. عارفه يا شهد، انا لما خطبت بسمة انت كنت تقريبا في سن كريم ابني، عشان كده انا كنت بعملك زي كريم. حتى لما كبرتي كنت بالنسبه لي اختي الصغيره اللي بحبها وبخاف عليها، واحساسي ده عمره ما هيتغير. انا حسمت موقفي تماما بعد ما قريت الجواب. صعب، مش هينفع. انا عايزك انت تكملي حياتك، تروحي وتقومي وتختاري وتعيشي. انا بحبك قوي يا دور. انا عارف. طب بجد بحبك زي ابويا وزي اخويا، بس بقى زي ما انا عندي فرص كتير ان انا اعيش حياتي، انت كمان عندك فرص كتير تعيش حياتك وتلاقي حد تسند عليه. لا لا، مش هينفع خالص. انا عمري ما هلاقي زي بسمة. هي بسمة وكانت بسمة فعلا، تحملتني وتحملت ظروفي. بسمة ما كانتش مراتي وبس، لا، كانت حبيبتي وام ابني. بسمة كانت زوجة يتمناها اي حد. طب عشان خاطر بسمة بقى، ها، لازم تبص لنفسك شوية. ومين قالك ان انا هسيب نفسي؟ انا عندي كريم ان شاء الله ربي كويس قوي، واحميه واحميك انت كمان. انا اخوكي اللي هيبقى في ظهرك طول العمر. ربنا يخليك ليا يا دور. طب تقومي بقى تعملي لنا كوبايتين شاي. تنسيش القرنفل، ها؟ طب يا ستي، عايزانا نسافر فين؟ أمريكا. أمريكا؟ ماشي. أنا وأنتي ومين بقى؟ أنا وأنت وسعيد. بس؟ طب وليلى؟ مش عايزاها. ليه يا حبيبتي؟ ليلى بتحبك. أنا ما بحبهاش. ليه؟ عشان هي عايزة تاخدك مني وتاخدنا كماما. ولا أي حد يقدر يعمل الكلام اللي أنت بتقوليه ده خالص على فكرة. عارف مين دي؟ دي فيروز يا سيف. الحاجة الوحيدة اللي كانت بتفكرني إن أنا لسه بني آدم عنده مشاعر وأحاسيس. من ساعة ما راحت ومفيش أي حاجة في الدنيا بقى ليها شكل أو طعم. بس أنا اللي مزعلني بجد إنها اتألمت قدام عينيا وما قدرتش أعمل لها حاجة. أنا دورك في الكلام خلص خلاص. من النهارده هتسمعه بس. شكلك مجهد، واضح انك ما نمتش، وده اللي انا طلبته من الرجاله، خصوصا بعد ما عرفت انت قد ايه بتحب الدنيا والعيشه. هتفضل عايش على طول، مش هتنام. انا كمان ما بنامش. يا نوح، انت من النهارده هتبقى لعبه نوح. هتفرج عليك وانت بتخلص قدام عينيا حته حته، وكل شويه هجيبك قدام فيروز عشان هي كمان تتفرج عليك وانت بتخلص حته حته.
واي حد كان ليه عندك دين او طار قديم هجيبه يتفرج عليك وانت في الحالة دي. ممكن اطلب طلب؟ لا. السلام عليكم يا علي بيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا برهان، ازاي حضرتك؟ أنا كويسة. أنت بقى اللي فيه إيه مالك؟ ما هو كله كان على يدك. لأ، أنت شكلك حبيت القعدة عندك في النجع ومش فارق معاك مراتك. والله ربنا عالم باللي فيا. خلاص يا علي، تعالى وصالحها. ولو يعني قالت لك كلمة مش لطيفة استحملها، عشان أنت كمان العملة اللي عملتها عملة مش حلوة. يعني أنت قاعد عندك هناك في النجع وهي قاعدة طول الوقت المود بتاعها هنا حزين. تفتكر الحكاية ممكن تتحل ازاي؟ هي دي مش كانت رغبتها؟ وحتى لو دي رغبتها انت مش لازم تقبل، لازم تدافع عن بيتك وعن حياتك لآخر لحظة. قوم دلوقتي اتحرك، ما تضيعش وقت أكتر من كده. انزل حالا وتعالى. مسافة السكة. خش زق عجل. ايه يا شقة يا ابن امي، انت فين؟ البضاعة جاهزة وكله تمام، انت فين؟ عيب عليك يا ود امي، قلت لك داخل عليك يبقى داخل عليك. لا مؤاخذة يا واد زين، ما كانش قدامنا غيرك. انما احنا بقى مفيش ورانا غيرك يا رضوان. ما تتهورش يا رضوان. عملت اللي في دماغك يا عز؟ شوف يا رضوان يا ابن خليفة، احنا وقفنا قصاد بعض مرة في الماكس، فاكر؟ انما انت بقى معرفتش تستغل الفرصة، ودينا بنقف قصاد بعض تاني اهو. بس انا بعرف استغل الفرص.